بونجور الكبيدات، واش راكم؟ جيسبر تكونوا ملاح وانتم تشاهدوا لا فيديو نهار اليوم وتكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم حتى شي خير. وبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو نهار اليوم اللي حابه تجرب القريوج التلمساني. اليوم غادي تتعلم معايا واللي اول مره تجربه وراح تجرب هذه الوصفه 100% باذن الله غادي يخرج لك ما شاء الله. نروحوا ديريكت المكونات باش ما نطولش عليكم. نحتاجوا 500 غرام نتاع الفرينه، القرصه نتاع الملح، و100 غرام نتاع زبده التوريق. هنايا اللي ما عندهاش الميزان 500 غرام تاع الفرينه تشري العلب ساشي نتاع كيلو وتقسمها على 2. ومانغارين دير تقسم هذيك 500 غرام لخمس اصابع قد وتروح دوبها. وهنايا البنات ضروري مانغارين ندوبوها ونخليوها تبرد شويه، ما تكونش بارده وما تكونش سخونه، ونروح نفرغها في هذه الفرينه. كيف قلت لكم 500 غرام نتاع الفرينه، القرصه نتاع الملح الاكيد اللي ما خصناش ننساوها، و100 غرام نتاع زبده التوريق، ونحلو بالسهم بيدينا كما راكم تشوفوا. هنايا البنات من الاحسن نتوما تفودوها في واحد السيار باش كامل هذيك الفرينه تنحل. انا هنايا ما حللتهاش في السيار، ومن عجنتها كانوا فيها شويه حبيبات بصح ما خسرتليش لاباط، جات قريوج ما شاء الله. راكم رايحين تبقاو معي للاخر وتكتشفوا جا ما شاء الله. إن اي وحده ما تعرفش القريوج تجرب هذه الوصفه اكيد رايحه تدعي لي من قلبها. هنايا بعد ما بسستهم بيان دخلت كامل هذيك زبده التوريق في الفرينه. انا رخياتي نجيب واحد البول صغير ندير فيه نصف مغرفه كبيره نتاع خميره نتاع الخبز، نصف مغرفه كبيره. هنايا ما نديرش الخماره نتاع الكاطو، رايحه ندير البيكربونات اللي غادي هو ينجح لي الوصفه. حاجه ضروريه يا البنات. هذه حوالي 2005 ولا 3000. ضفت هي نصف ملعقه كبيره. نضيف على هذيك النصف الملعقه كبيره نتاع الخميره نتاع الخبز، وهنا نضيف ملعقه كبيره نتاع الخل. شوفوا البنات نتوما الا كان عندكم الخل ماشي نتاع الثوم، الذوق نتاع الثوم ديروه من احسن هذاك الخل اللي ما فيش. انا كان عندي بصح جربته ما جاش فيه الريحه. هنا خلطت هذاك الميلونج وخليته اكوتي حوالي 2 دقائق. جبت واحد الكاس درت الربع نتاعو ماء الزهر والربع الاخر ماء عادي، ما يكونش بارد وما يكونش حامي. انا مورفه نحضر هكا تخرج لي مليحه. صاصبو الفرينه ما تكونش مليحه، انا نحضر غير بسفينه. ما تكونش مليحه تحتاجوا لا ضيفوا شويه نتاع الماء وما زهر لو كان غير بالمغرفه. وانتم كملتوا لاباط تاعكم. هنا نحتاج حبه نتاع البيض صغيره ندربها مع هذاك الخليط اللي كنت حضرت نتاع الخميره ونتاع البيكربونات والخل، وندرب بيان حتى ندخل هذيك الحبه نتاع البيض في هذوك المكونات. وانا هنايا من الاول سرعت الفيديو، حاولت نسرع باش الفيديو ما يجيش طويل فريمون، ما نديرش المونتاج طويل بزاف هكا راكم رايحين تملوا. نحاول نصغر المده الزمنيه ونعطيكم كامل المعلومات اللي باش ينجحوا لكم والمكونات تاني. شوفوا يا البنات اللي ما عندهاش البيترا كاملش باش يسبها بغير بيديها وتجمعوا. انا حبيت نديرو في البيترا، كان عندي بزاف نتاع الشغالات. ضفت هذاك الفرينه اللي كنت بسستها بزبده التوريق، وضفت هذاك الميلونج الاول، ونروح نضيف هذاك الماء الزهر والماء. هنايا اللي اول مره تجرب ما ننصحك ما ديريش مره واحده الماء وما زهر، ديري بالتدريج. غير انا راني متحكمه في هاد لا كونتيتي تخرج لي العجينه ما شاء الله. والا كانت خرجت لكم العجينه قاصحه ديروا 2 مغرفات نتاع الماء 2 مغرفات نتاع ماء زهر. بقاو بهذه الطريقه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون متماسكه ومليحه تسهل عليكم. ونسيت يا الكبيدات باش نخبركم باللي هاد القريوج بدون آلة التوريق غير بيداكم، والعجينه سهله اللي كامل ما تتخيلوها شحال تجي سهله. هنايا خليته يتنعجن، وانتم يا البنات عينكم ميزانكم الا كانت تحتاج راكم تزيدوا كيما قلت لكم، وإلا ما كانتش تحتاج ديروها غير بالتدريج اللي اول مره تجربها. هنايا بعد ما عجنتها بيان حسيت بلي العجينه ولات طريه. هنا قسمتها على 4 كويرات هكا وغلفتهم بغير بلاستيكي ولا ساشي تكون نقيه. هذا ما كان يا البنات. نخليوها حوالي 5 دقائق في لوطون اللي نروح انا نحضر
مايزينا وين نورق وكامل. والحلال هذاك هو. انا نروح نبريباري بعد ما لويتهم كامل كيما راكم تشوفوا. العجينه تجي بزاف طريه كامل ما تعذبكمش، والنتيجه رائعه، راكم تنجحوا فيه من اول مره. شوفوا يا البنات، هنا نحتاجو مايزينا. غادي نعاود نشرح لكم كيفاش تحلوه. هنا نحلوه بالشكل الطولي، ونعاود نقلب كيما نديروا العجينه المورقه. نحلوها اول مره ونتنيو لي كوتي، ونعاود نحلوه نفس العمليه الاولى. هذا مكان راهي العجينه سهله، هي تساعدكم في التوراق كامل، ما تديش الوقت. انا نروح هنايا نحلهم كامل ونحطهم، ونبدا نخدم حتى نحلهم كامل ونديرهم هكا كيما في هذه الطريقه، ونروح نكملهم كامل، ونروح بالوحده نشكل الاشكال اللي حبينا. اللي كان عندكم مناسبه كبيره، من الاحسن ديروا حبه القريوش صغار، ولا كانت عندكم هكا غير يجوكم ضياف ولا ديروا من الحبات متوسطين، ولا حضرتوهم غير ليكم تاني منصحكم ديروا الحبات صغار. كل واحد وكيفاش يحب. صدقوني هذه انجح وصفه للقريوش، خاصه للمبتدئات واللي يتشهاو يحضروا واللي تجيهم حاجه زعما انا ما نعرف لاش غير صدم. والله غير هذه الوصفه ناجحه 100%. غير تبعي واش حكيت انا وتاني المكونات وانت ان شاء الله تفرحي بالريزولطه. انا هنا حبيت نحضروا للدار هكا نسقهوه به نشربوا به لاتاي. تشهيته وحبيت نحضره. راحت حوالي 85 ألف الكيلو. جربوا في الدار راه يخرج احسن من المحلات. واللي تقول لي نتاع المحلات راهم يديروه بزبده التوريق، باش يكون عندكم العلم. غير هو علاش يشوفوا هكاك في الفيوتاج وبنين وكامل. جربوا هذه الوصفه وراكم رايحين حوالي، انا ما تخسرتش حوالي 35 ألف كامل نتاع المكونات، وانت خرجتي حوالي قريب 3 كيلو. هنايا البنات بعد ما كملت كامل حليتها كما راك تشوفوا. هنا ضروري ما ديروهاش رقيقه كامل، وما ديروهاش غليظه بزاف، متوسطه كما راكم تشوفوا. هنايا ما راكمش كامل رايحين تتعذبوا في التورق نتاعو. العجينه راهي هي تساعدكم. وفي بالنسبه كيفاش نقطعوا هاد القريوج، انا ندير ربع جرحات، والخمسه نقطع كيما راكم تشوفوا. والتنين تاعو سهل، راك كيفاش ما حبيتي السبوله، الطفيره، هاد الشكل العادي اللي اماتنا كانوا يديروه. اي شكل حبيتو يا البنات، بصح النتيجه نتاعها فريمون البنات انا كامل ما تخليوش تريح. الحبه التاليه اللي تشكل فيها بدا يتقلي. وإلا كان عندكم كميه كبيره، من الاحسن واحد يساعدكم. والله ديري نصف الكميه، شكلي نصف الكميه وقليها، عاود تشكلي نصف الكميه وقليها، ماشي مليح يبقى. والنار متوسطه، والزيت كما راكم تشوفوا كميه لاباس بها. ونبداو نقليو يا البنات في دقيقه يوجد لنا بدون تعب، خاطرش هذاك من نبقاو نحلو فيه بالورق هذاك هو اللي تعب. وهكا نحاولوا ندفقوا عليه الزيت بواحد الملعقه باش ينتفخ لنا. وهنايا العسل يا البنات من الاحسن، ماشي من الاحسن، انا نقول لكم ديروه العسل نتاع الحانوت. العسل نتاع الحانوت تجي بزاف ثقيله، تجي مميزه، ولكن حتى الطول ما تطلقش هذاك الماء. صح نحضروا العسل في الدار وتجي بزاف مليحه، بصح انا في القريوج نفضل العسل نتاع الحانوت باش شحال ما يبقى لي ما يطراش، يبقى شاد روحو. هنايا نبقى نعسل. هنا ما كاش عاد حامي. قليت نصف الكميه وعسلتها. واكيد جلجلان، واللي تحب تكون عندها قريوش بزاف شباب دير الجلجلان الابيض. انا كان عندي غير هاد الجلجلان الابيض، راه يمد واحد الجماليه الحلوه رائعه. وهنايا البنات اكيد بعد ما كملت كامل هاد البول اللي راكم تشوفوا فيه جا معمر، غير هاك تعرفوا يدوروا ياكلوه كامل. هذه لا كونتيتي اللي بقات لي، حبيت اكيد نقسم معكم يا البنات، نوريكم كيفاش جا من الداخل. شوف ما جاش مقرمش بزاف، ونفس الوقت تاكلوا هذاك القريوج اللي فيه كيما القريوج نتاع مستغانم اللي فيه اللحم. وصفه رائعه تهبل. غير جربوها، اللي اول مره تجربها. وفي الاخير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك، ومع السلامه.